الحقيقه لاحظت ناس كتيره اليومين اللي فاتوا دولت عمالين يرددوا كلمه سيد عبد الحفيظ انا جامد انا جامد انا جامد. طب ما تيجي نشوف احنا جامدين ازاي. خلينا لو استعرضنا التاريخ كله، يعني ده في اتحادات كوره اقيلت، ها، والنادي الاهلي انسحب، والنادي الاهلي كابتن صالح سليم ما ودناش ماتش المقاولين، ماتش المقاولين ولا يعني ما هو خلي بالك وبدل ما يعاقبونا احنا عاقبوا اتحاد الكوره، عاقبوا اتحاد ده الكوره. كلام؟ لا مش كلام طبعا، هو كلام. احكي لي كلام الواقعه دي ايه؟ كلام كفر. احكي لي الواقعه دي. الواقعه دي ان حصل كلاش بين الكابتن صالح سليم وبين كان اللي هو حرب باين، هو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. ربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر يا رب. رجل من الناس المحترمة، من أنزه الرؤساء وأفضل الناس وأعظم الناس اللي أدارت كرة قدم في بشرف وبأمان في مصر، الحق يتقال يعني عشان بس سيرته طبعا الطيبة تفضل دايما طيبة إن شاء الله بإذن الله يعني. حصل خلاف بين النادي الاهلي وبين الاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري لكرة القدم ما نفذش، فطبعا النادي الاهلي قام صادر القرار، وكابتن صالح قال لك مش رايحين الماتش، مش رايحين نلعب، مش هنلعب. بعدين وفعلا ما رحناش. وبعد كده راح الماتش اتلغى قبل ما يصدر اتحاد الكرة اي قرار. كان الدكتور عبد المنعم عمارة اعتقد ان هو رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، كان ساعتها مجلس اعلى للشباب والرياضه، مظبوط، خد القرار بحل مجلس اداره الاتحاد المصري. مظبوط. عرفت احنا جامدين ازاي؟ عرفت انا جامد جت منين؟ عرفت ان اي حد في المنظومه هيعترض على قرار للنادي الاهلي وهيعترض على اي كلام للنادي الاهلي هيمشي بره. عرفت ان هم بيجاملوك من غير ما انت تطلب علشان خايفين ان هم يمشوا من المكان اللي هو فيه. ما هو ده مش اسلوب، دي مش كوره. السلام عليكم.